الجيش هاك الحين معاشنا مغارم ياهو وعشرتني عام 78 وأقول يا رجل إيه نبغى الكرم والجود وقروش ما فيش، ما يستوي فقر وحياة هنية، أطرد ورا الدنيا ولا درس بويش، نوجن على الدنيا ونوجن عليه. وأخذت لي 15 عام في الجيش، واليوم شفت بين الشيب فيه، أصبر ورابط مع عيال مدغيش، بشرف وضيف لو ما عايشيب لي. والمسعد اللي جالس بروانيش، لا لحج الشمس ولا برد فيه، يلعب مع اللي يلبس النكاريش، ما جرب الدنيا على كني ولا دربوه اللي عليهم طرابيش. عنده ولا الطابور قد مسريه يا اهل الونيت، اللي بغيت المطاريش يمسكون هاك الحين اليهل، يا اهل الونيت اللي بغيت المطاريش، الله عليكم وقفوا لي شوي. والمركز اللي قدمنا فيه التفتيش خلوني اخذ صورة التابعي، مروا علي ليه سرحت ومغابيش عنوا بني عمي على الشبر، اعيش معهم لو حصيلي عربي هي من المقعد في الناصري. هذه احسن قصيده قلت هي من المقعد في الناصري. شدوا هلي وقت المطر بر الشاريش، تنحروا كبشان وين منظري، الدير اللي نبتها قبر مانيش في مرد يوم الحياه الطريق. هذه اعتبرها احسن قصيده. سلمي لي على الغالي سلام كثير، وصليها سلامي ثم قولي لها، سلمي لي عليها عد زول يسير، قدمها لتلمزناها والله إني عليها أشفق من أم الغرير، عندها جاهل توى يخطي لها، ما بقى من ماكود ورع صغير، وشريدة الإمام كل ما شافته في بيتها يستدير، صفقت له وقام الورع يومي لها، عرضت ما عليها كودم للقصير، والردايف من الأسلابية يا خلاف من غدا لي يا عدل النظير، لا تطالعها لأن ما تفيد لها، لا تصدق بهرج يا الغضي ما يصير، العلوم الردية واشتوى لها.
عيني شيهانة شافت حفاري تطير تليت السبق والضلعان تزميلها تليت السبق وهوت وسط جو غزير قميص